السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة عائلة مطبخ شمس. أنا نجوى ودي قناتي. لو عجبك الفيديو النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. النهاردة بإذن الله معانا الفراخ الشامورت القمر دي البلدي الجميلة اللي هنحشيها النهاردة بكل تكات. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. أنا معايا الكبة حطيت فيها بصلة وطماطمايه. تمام. ابدا ان انا اضربهم في الكبه واحط معاهم معلقه صغيره توابل فراخ. تمام. معايا نص معلقه جنزبيل صغيره. معايا يعني نص معلقه قرفه او ربع معلقه قرفه. بلاش تكتري، خليها ربع معلقه قرفه. تمام، لان المعلقه بتاعتي دي صغيره. ربع معلقه قرفه ونص معلقه جنزبيل. خلاص، ومعلقه صغيره توابل فراخ والفلفل الاسمر طبعا والملح بتاعنا. خلاص، وابدا بقى اضرب الكلام ده كله في الكبه ضرب كويس جدا. انا عايزاه يكون ناعم. خلاص، زي ما احنا شايفين انا ضربت كل الخلطه بتاعتي. ومعايا الفراخ البلدي الشامورت. فراخ يا جماعه متنضفه ومغسوله كويس قوي بدقيق وملح وليمون، ونقحته فيه كده نص ساعة وبعد كده شطفتها. اهم حاجة انها تكون فراخ شامورت، ما ينفعش انها تكون فراخ بلدي كبيرة. خلاص، انا غسلتها كويس اهوت وفاتحة من عند الرقبة زي ما احنا شايفين وزي الفل. بدأت اخد الخلطة بتاعتي اللي انا ضربتها في الكبة وادعك الفراخ بتاعتي بقى من بره ومن جوه ومن تحت الجلد. انا مش عايزة اي مكان في الفراخ بتاعتي يبقى مفيهوش الخلطة اللي انا عاملاها. انا عايزاها كده تشبع اللحم كله من كل مكان، من عند الجلد ومن فوق ومن تحت، كله ادعكه كويس قوي بالخلطه بتاعتي. وابدا بقى اركنه على جنب لحد ما اعمل الحشوه بتاعتي. انا معايا هنا دي كبد فراخ. خلاص، انا حطيتها على النار في معلقه سمنه بلدي ومعلقه زيت، وابدا بقى اشوح فيها تشويحه كويسه كده لحد ما خلاص تنشف وتنزل كل ميتها. ما اقلبش كتير عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. بعد ما خلاص اتشوحت كويس بدات اجيب بصله انا فرماها في الكبه بتاعتي. ومعايا التتبيله اللي انا تبلت بيها الفراخ، انا شلت منها معلقه كبيره زي ما احنا شايفين، حطيتها برضو على الكبده وعلى البصل بتاعي. وبدات بقى اقلب تقليبه كويسه كده محترمه. انا مش عايزه اقولك الريحه قد ايه تحفه، الريحه رهيبه. وبدات بقى اجيب كميه الرز بتاعتي. انا كل فرخه كده بتاخد كبشه رز معايا. حطيت الرز وغسلته كويس وصفيته من الميه خالص، وبدات احطه على الخلطه بتاعتي. ولو حسيت ان هي محتاجه شويه توابل او ملح او فلفل، لان انا حطيت معلقه كبيره من الخلطه اللي انا متبله بيها الفراخ، فهي طبيعي فيها ملح وفلفل وتوابل. بدأت بس ان انا زودت شوية ملح صغيرة معايا كده وسنة قرفة صغيرة. تمام. وشوية فلفل برضو ضروري عشان الكبدة بتاعتي بتحتاج فلفل. وبدأت حطيتها وحطيت عليها شوية مية على النار، وبعد كده غطيت عليها وسبتها مش اكتر من 7-10 دقايق، يعني ما بين 7 ل10 دقايق، بس انا عايزاه نص سوا. بعد كده بكشف الغطا عليه وببدأ افضيه في الطبق. شايفين الرز قد ايه تحفة وجميل، شكله تحفة وريحته رهيبة. ابدأ بقى ان انا اسيبه يبرد شوية في الطبق كده، وبعد كده اجيب الفراخ بتاعتي اللي انا متبلاها وركنتها حوالي ساعة كده جنبي على الرخامة لحد ما خلصت الحشوة بتاعته. خلاص، وابدأ بقى احشي. شايفة عند الرقبة كده ببدأ احشي وانزل الحشو لتحت زي ما احنا شايفين. طبعا انا مفرغة ما بين الجلد وصدر الفرخة عشان انا عايزة ان الرز كده ينزل في الزور بتاع الفرخة ويبقى شكله جميل. والله يا جماعة طعمها احسن 1000 مرة من اي حمام، اي طبعا عارفين اليمام، سمان، كل الحاجات دي. انت لو كلت الفراخ البلدي الشامورت رهيبة بالحشوة الرهيبة دي انت هتدمنيها. خلاص، بس اهم حاجة زي ما اتفقنا ان هي تكون فراخ شامورت عشان ما تاخدش سوا كتير معايا على النار. خلاص، بدأت بقى نحشي كده الزور زي ما احنا شايفين، وبنزل الحشو بتاعي لتحت اهو. برضو ما تكبسهاش قوي، انا عايزاها يكون فيها مجال ان هي تكمل سوا، لان احنا عارفين ان هي لسه هتكمل سوا في الفرخة. احنا يا دوبك عطيناها نص سوا.
يعني لسه فيها العقد كده بتاع الرز، لسه ما خدش السوا الكامل بتاعه. واجي من جوه الفرخه برضو بحشيها زي ما احنا شايفين، وابدا بقى اخد الرجلين بتاعتي، اقفل الفرخه بتاعتي تقفيله كويسه كده، الرجلين الاتنين ادخلهم بنفس الطريقه خلاص، عشان احافظ على الرز ان هو ما يخرجش بره، وعشان برضو شكل الفرخه تبقى جميل. خلاص انا بقى حشيت الفراخ بتاعتي الاتنين بس، وجبت ورق ألمنيوم. خلاص الفرختين حشيتهم وجبت ورقة ألمنيوم معايا، كل فرخة أنا ألفها في ورقة زي ما احنا شايفين، وابدأ كده ألفها لفة كويسة، ومن الجناب أقفلها تقفيلة كويسة، ومعايا مية على النار بتغلي، أنا حاطة فيها ورق لورا، حبهان، فلفل أسود، معلقة ملح صغيرة، جزراية. كل الحاجات دي بتدي ريحة حلوة قوي، لأن هي طبعا المية بتوصل جوه الفراخ. اهم حاجه تقفليها تقفيله كويسه، وتحافظي عليها اول لما تيجي برضو تفكيها. يعني انا سويتها كويس جدا وما فيهاش اي حاجه. اول ما بعد ما خرجتها وانا بخرجها يا دوبك ايدي لمست فرخه من الفراخ دي من عند الصدر كده، اتقطعت مني بعد ما استوت. يعني يا دوبك ايدي جت على الجلد، لان هي شمورته صغيره قوي ما بتاخدش اي سوا. مجرد ايدي ما لمست الجلد، لو كانت اتحمرت ما كانش جرى لها حاجه، بس هي عشان لسه مسلوقه والجلد لسه ما مسكش نفسه بالتحمير، فمجرد ما لمستها لقيتها اتقطعت معايا من عند الزور، فقلت مش مشكله. اتحمرت برضو وكانت جميله. والتانية زي ما احنا شايفين ان هي طيبه كويس مش مهريه، التانية محافظه على شكلها ما غيرتش. طيب ايه اللي انا حطيتها في الميه مع البصل والجزر والبصل دي؟ معلقه من خلطه الفراخ. زي ما بقولك كده، خلطة الفراخ اللي احنا دلجنا بيها الفراخ، هتشيلي معلقة لخلطة الرز بتاعتها اللي حشينا بيها، وهتشيلي معلقة تانية تحطيها في مية السليق. مشي كده بنفس التكات اللي هقولك عليها، هتاخدي ريحة وطعم ولا أروع. خلاص البصل والطماطم والحبهان وورق اللورا والجزر، وبدأت بقى ان انا احط الفراخ بتاعتي. طبعا هي الحلة بتاعتي طلق صغيرة شوية، بس هي هتاخد كده غلوة، لان انا طبيعي مش بخليها تغلي كتير، وبغطي عليها وبسيبها على الهادي، فمش هتفور معايا. يعني انا اغطي عليها كده تغلي 5 دقايق، واسيبها بقى على الهادي خالص تستوي. بتقعد على النار حوالي ساعة الا ربع الى ساعة لحد ما تستوي معايا على الهادي خالص. زي ما احنا شايفين، شايف الفراخ عامله ازاي، اللهم بارك. شايفين الفرخه التانية برضو انا بلمسها كده يا دوبك راحت زورها مطرشه. شايفين الجلد بتاعها قد ايه، مبين الرز تحتها، رقيقه جدا جدا جدا، بس انا حمرتها وحافظت على الرز زي ما احنا شايفين ما خرجش بره. شايفين بقى الشكل، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده روعه. انا محمراها على فكره في الفرن، ما حمرتهاش على النار. شايفين التحمير، قطعه زبده كده ورحت دعكاها بيها مش اكتر من كده، وحطيتها بقى على حاجه تيفال ما بتلزقش، ودخلتها الفرن. شايفين يا جماعه الشكل، حاجه كده. شوف الرز بالكبده من جوه عامل ازاي، رهيب، ريحه رهيبه، وطعم الفراخ كده، يعني حاجه كده مش هتدمنيها. انت هتدمنيها، وبعد كده مش هتبطلي بقى اي فراخ مسلوقه، وهتبطلي. شايفه الدبوس، شايفه انا بقطعها عامل ازاي، يعني طيب بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين. بس انا بقى مش عايزه ابوظ منظرها، خليها زي ما هي، مرضتش اخلعها، بس انا عايزه اوريكي بس السوا بتاعها. شايفين يا جماعه؟ يلا بقى جربي الوصفه بتاعتي. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. انا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.